طب بقى انا عايزه اتكلم في موضوع مع محمود، مش عارفه يقول لك لو حصل خطوبه بين اتنين وما حصلش نصيب، اللي ساب اللي ساب هو التاني ياخد الشبكه. حلو. هو مش حلو الصراحه بس بيقول لك ان ده العرف او دي التقاليد اللي الناس ماشيه عليها. يعني ايه؟ لا مش فاهمه. يعني انا يعني اللي ساب، يعني دلوقتي مثلا انت الراجل العريس جاب شبكه لخطيبته، ماشي خلاص اتخطب، ما حصلش نصيب، ما حصلش نصيب، خلاص ما ياخدش الشبكه لو هو اللي سايبها هي تاخدها. لا بس ده ما لا ده لا، لو هو اللي سايبها هي اللي تاخدها. بتحصل بس هي يعني دي نادرا بقى على قوي حسب يعني. بقى. ما هو يعني بس الناس دي مش عايزين نعرفهم. الخطوبه لا بياخد اللي بيعملوا كده دول. انا طبعا معاكي يعني في كتب الكتاب افهمها، لكن في المفروض ان هو لا، الشبكه بترجع للعريس طالما قبل كتب الكتاب، حتى لو هو اللي سايب. حتى لو هو اللي سايب ده المفروض، بس هي حسب الاتفاق برضه. بيبقى في اتفاقات لو قبل كتب خفيه الكتاب بتروح برضه للعريس. لا يعني بيبقى في حاجات، وفي كل كيس مختلفه وكل كابل مختلفين، فهو ما تقدريش تعممي. بس لا يعني العرف ان لا الشبكه بترجع للعريس لو هو لو في الخطوبه، لو بعد كتب الكتاب لا بتحتفظ بيها العروسه، ده المفروض. حصل بقى ان واحده جات لك سابت خطيبها ومعاها الشبكه عايزه ترجعها وتاخد الفلوس وحاجات كده؟ بتحصل طبعا، بتحصل اكيد كتير، شكلها كتير. لا ما احنا مش هنعرف انها يعني هي جت اشترت شبكه وبترجعها، ممكن تبقى ما نعرفش ان هي سابت خطيبها ولا كانوا اتجوزوا ولا متجوزين. بس انت شكلك اصلا شخص ما عندكش كيوريوزيتي قوي يا محمود. يعني ما بيبقاش، احنا بنبقى عايزين يعني مش هروحها غير لما اعرف القصه، مش هروحها. ممكن يبقى عندي كيوريوزيتي، بس احنا عندنا في 3 تماثيل كده هتلاقيهم موجودين عندنا على المكتب. واحد ما بيسمعش، واحد ما بيتكلمش، واحد ما بيشوفش. فاحنا اللي بنشوفه مش المفروض، يعني احنا برضو من ضمن التقاليد بتاعه العيله ان هو لازم تبقى فيه احنا مكان كاتم الاسرار خصوصيه طبعا. حالف اليمين بقول لك يمين زي الدكاتره فعلا زي ما قلت. فبيبقى ما في يعني اسرار الحاجات اللي بتحصل عندك. يعني مثلا ممكن تلاقي سلايف مثلا، حد اشترى حاجه ما ينفعش ان حلوه السلايف دي، حلوه دي. دي خناقه جديده عندك في الصالون، دي خناقه جديده. حد اشترى حاجه ما ينفعش ان الاخت جوزها تعرف او كده. طيب الراجل بقى اللي متجوز على مراته ايه بقى؟ جينا بقى في الخطر. ايوه قول لنا بقى ايه المواقف اللي اتعرضت لها في الموضوع ده؟ تبقى مراته جايه ومراته الثانيه خارجه وكده، يعني ايه؟ احنا عندنا ال3 قرود ما بيتكلموش. لا بس اكيد شفت مواقف بيحصل طبعا، يعني بيحصل بس بتحصل. انا عايزه اقول غير بتحصل. لا انا بتحصل لا يعني مثلا مره ايوه حصل مثلا ومراته جت بتشوف حاجه في الحسابات، فبتشوف وانا السلسله دي كنت اشتريتها بكام، ففتحوا الكمبيوتر لقيت ان هو كان في حاجه شاريه، ايه ده دي مش عندي. عملت مشكله. دي مش مشكله، دي مصيبه. مصيبه. بس طلعت كانت هديه لحاجه ما كانتش غلط. بس الستات بيبصوا بيركزوا طبعا، بيركزوا مصحصحين ومركزين. بس هل الراجل مثلا بيجي يظبط قبلها يقول له خد بالك انا متجوز تاني مثلا، او اوعى تغلط قدام دي او حاجه بتاع يعني احنا الحسابات عندنا أو بتبقى عامله زي حسابات البنوك. يعني انت ما ينفعش تروحي البنك تطلع على حساب جوزك الا لو معاكي منه توكيل. اوكي. فاحنا عندنا كده المفروض ان هو اي ترانزاكشن بتحصل عندنا تبقى سريه تامه. فهو مش من غير ما هو يقول، هو كده هي بتبقى باي ديفولت. يعني هي باي ديفولت كده، وما ملهاش غير كده. يعني الجوهرجي برضو ده يعني لازم يبقى عنده كاتم اسرار. هو كاتم اسرار.